هلا في حبل الله أنا بشرط على تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا. وإني ما أراهم إلا أبنائي، ومشاركتي لهم في العيد هذه أمر يعني يدخل السرور علي جدا. وكما قلت للإخوة يعني إذا كان الإخوة من بلدان متعددة وأهليهم هناك فنحن أهلهم والله. لا أقول تمننا ولا أقول تمدحا، لكن والله إني لا أعلم خيرا يمكن أن أسوقه لطلاب العلم وأستطيع أن أفعل إلا فعلت. جزاكم الله خير. بل والله مرة كان أحدهم يؤذيني لكني أعرف أنه على خير، لكنه مسكين في شيء، فعلمت شيئا يخصه فشفعت فيه وهو لا يدري. وهذا يا إخوان من منهجنا، المنهج السلفي منهج كله خير. المنهج السلفي منهج يجمع القلوب على الحق، ليس تجميع الحزبيين، لكن هو منهج ألفة، منهج محبة، منهج جماعة، لكن جماعة على الحق على الهدى. فما أحوجنا يا إخوة إلى المحبة بيننا. الذين يعادوننا كثير، فلماذا نتعادى فيما بيننا على أمور؟ وأنا ذكرت مرة ومرارا نصيحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله لنا،